السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم المفضلة. أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية بصلي وسلم على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع أبدا. لكل إخواتي الموجودين أحب أشوف اللايك والسبسكرايب، واللي مش مشترك اشترك. عايزين نوصل الفيديو لأعلى مشاهدة بحيث إن الفيديو يوصل لكل إخواتنا الموجودين. في البداية عندنا أخبار كتير النهاردة بخصوص نادي الأهلي وبخصوص نادي الزمالك وما يدار داخل أسوار نادي الزمالك. الأهلي في طريقه لضم تريزيجيه لصفوف ودعم نادي الأهلي. ده خبر جديد وحصري حبيت إن أنا أزف لحضراتكم ولجماهير الوفية، جماهير نادي الأهلي. إدارة نادي الأهلي في طريقها لضم تريزيجيه لصفوف ودعم النادي الأهلي. الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها، الزمالك بيستعد لتسويق سامسون من أجل الرحيل. أنا مش فاهم سامسون جه في إيه وهيرحل في إيه، والكلام ده قلنا من البداية إن صفقة سامسون صفقة يعني باينة. اللعيب أول ما بينزل أرض الملعب من لمسته، من شغله، من تدريباته، من حركته داخل الملعب بيبان إذا كان هيستمر داخل صفوف النادي ولا هيرحل. وبالتالي إدارة نادي الزمالك بتستعد لتسويق سامسون من أجل الرحيل. الحاجة التانية اللي أنا عايز أوضحها لحضراتكم، في تصريح هام جدا لرئيس لجنة المنشطات الأستاذ حازم خميس، طلع لنا بتصريح مهم جدا، وهو اللي عايز يقوله إن في أخذ العينات بالنسبة للعيبة داخل الأندية بتكون بشكل عشوائي، لكن الفكرة نفسها اللي خلاهم إن هم يركزوا مع لعيبة نادي الزمالك بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك وهو المستشار مرتضى منصور. وده اللي خلى الأستاذ حازم خميس ورجاله المرافقين في اللجنة ان هم يركزوا على لعيبة نادي الزمالك. السؤال اللي انا بطرحه هو المستشار مرتضى منصور هو ليه فضح ابنائه في حين ان رئيس لجنة المنشطات قال ان في حالة ان تعاطي اللاعب المادة المخدرة او المنشطات بيتم ابلاغ النادي لاتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه اللاعب. يعني انا كلجنه دلوقتي قلت فعلا ان اللاعب دوت بياخد منشطات او بيتعاطى ماده مخدره، فانت يا نادي خد اجراءك معاه، لكن مش هيتم ايقاف النادي زي ما وضح لنا المستشار مرتضى منصور، وخوفا على نادي الزمالك والكلام اللي احنا سمعناه. في تصريح من الاخ محمد شبانه كان قاله برضو بخصوص فتوح وجمعه. مش معنى فتوح وجمعه هم اللي تم الافصاح عنهم، في حين ان في ناس كتير جدا في مادة معروفة اسمها مادة سانكس، يا رب أكون النطق بتاعها سليم. جميع الأندية بيتعاطوا هذه المادة. هي مش مادة مخدرة، هي قد يكون شكل باور، لكن مش معنى فتوح وعبد الله جمعة. في تصريح من الأخ محمد شبانة وضح إن أحمد فتوح في لقائه مع أحد المسؤولين بنادي الزمالك اتقال كده بالبنط العريض: أنا كمان معايا صور ليك وأنت بتسهر داخل المقاهي الليلية أو داخل السهر في أماكن بقى الله أعلم هو إيه. فبالتالي تم اتخاذ الشكل اللي احنا شفناه. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها هو أحمد شوبير خرج علينا امبارح في القناة وقال تصريحات مهمة جدا. أحمد شوبير بدأ يتكلم في المديونيات اللي على النوادي ومديونية النوادي لاتحاد الكورة. أولا هو طلع علينا وقال إن النادي الأهلي مديونيته 8 مليون وهو دفع منهم 3 مليون وهيتم جدولة ال5 مليون الباقيين. عشان يقدر إن هو يأيد أي لعيبة لازم يدفع المستحقات اللي عليه. في أندية تم إيقاف القيد بالنسبة للاعبيها على 27,000 جنيه و25,000 جنيه. السؤال هنا، نادي الزمالك عليه ما يقارب 68 مليون جنيه، هل هيتم دفع على الأقل تلت الرقم وجدولة الباقي عشان يقدر إن هو يقيد لاعبته؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله لاتحاد الكورة والجمال علام. الأهلي دفع 3 مليون من أصل 8 مليون وتم جدولة ال5 مليون. تمام. إذ نادي الزمالك عليه 68 مليون، يا ترى هيدفع كام وهيتجدول كام بحيث إن هو يقدر يأيد لاعبته؟ الحاجة التانية اللي أنا مستغربها من رئيس نادي الزمالك اللي هو المستشار مرتضى منصور في حفل الرعاية وهو بيقول شيكابالا تعالى يكيدهم. كيد مين؟ هو أكيد لو كيدهم كيد نادي الأهلي. اللي أنا عايز أعرفه هو شيكابالا كيد الأهلي في إيه؟ السؤال اللي أنا بطرحه على السادة المشاهدين، شيكابالا كيد الأهلي في إيه؟
انت اسطوره في ايه؟ معلش، انت اسطوره بالنسبه لجماهيرك كنادي الزمالك، لكن اسطوره بالنسبه للانديه المصريه او اسطوره مصريه ما اظنش ان لا. لو هتتحط في مقارنه مع بركات وغيره وغيره، انت ما اضفتش حاجه. انت ما عطلتش نادي الاهلي ان هو ياخد بطوله. انت ما فيش ماتش لعبت فيه غير نادي الاهلي لا اما كسب فيه لا اما تعادل فيه. انت ما عطلتش نادي الاهلي ان هو ياخد دوري، ما عطلتش نادي الاهلي ان هو ياخد افريقيا، انت ما عطلتش اي حاجه في اي حاجه. يبقى اسطوره فين؟ انت سجلت اهدافك قد ايه؟ 4 اهداف، 5 اهداف. محمد شريف ممكن يوصل للرقم اللي انت بتقوله ده. يبقى فين اللي انت بتتكلم فيه؟ انا مش فاهم اسطوره ايه. ومش عارف تصريح من نادي من رئيس نادي الزمالك كيدهم وبحبك وببقى مبسوط قوي لما تتشتم. يا جماعه ده كلام؟ يا جماعه انا مش فاهم. نادي الزمالك مصر على الاسفاف ليه؟ نفسنا نشوف اعلام محترم. نفسنا نشوف شغل محترم داخل نادي الزمالك. في ناس كتير بتهاجمني ان انا بهاجم نادي الزمالك. انا مش بهاجم نادي الزمالك. انا نفسي اشوف في محايده وفي شغل كويس في نادي الزمالك، احس ان في منافسه. لكن بالشكل اللي احنا بنشوفه لا، ده تخبيط وشكل لا يليق بجماهير وتاريخ نادي الزمالك. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. فضلا وليس امرا لكل محبينا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.